في هذا الفيديو الغني بالغموض والعاطفة، نكشف الستار عن خطة الأم السلطانة التي غيرت مصير ابنها السلطان. كيف وأسباب غمره بأحضان الجواري؟ هل كان ذلك حبًا أم حماية أم لعبة سياسية دقيقة؟ انضم إلينا في رحلة مثيرة داخل أروقة القصر العثماني، حيث تتشابك المشاعر مع المكائد، وتنسج الخفايا بين الظلال والأقدار. استعد لاستكشاف أسرار لم تروى من قبل، قصص حب، نوايا مخفية، وأسرار تؤثر على الحكم والسلطة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلك كل قصص التاريخ العثماني المثيرة. في عهد السلطان مراد الثالث، كانت الصراعات تدور بين 4 نساء حول إدارة شؤون الدولة، في حين كان السلطان نفسه، مثل والده سليم الثاني، ينشغل بالمجون واللهو مع الجواري والمحظيات والقدينات. وكانت أروقة الحريم هي التي تدير الأمور في الدولة العثمانية خلال فترة حكم السلطان. أما أبرز القوى فكانت تتمثل في أم السلطان مراد الثالث، والتي تعرف بنوربانو، وكانت تشبه كاتارين دي ميديتشي ملكة فرنسا في ذلك الوقت، وكانت منافستها الرئيسية وفقاً للعادة هي الزوجة الأولى للسلطان، أو البشقدين صفية البشقدين كانت في الأصل فتاة جميلة من عائلة بافو التي كانت تنتمي إلى جمهورية البندقية. كان والدها حاكماً على جزيرة قورفو، وأثناء قيامها بنزهة بحرية مع بعض السيدات النبيلات وهي في سن 14، تعرضت للاختطاف من قبل القراصنة، وانتهى بها المطاف ببيعها كجارية رائعة الجمال إلى السلطان. عندما تولى السلطان مراد الثالث، أعجب بجمالها وقرر أن يعتقها ويتزوجها، وأنجب منها. تقدمت مرتبتها في البروتوكول العثماني من جارية إلى قدين، ثم إلى بشقدين، أي الزوجة الأولى. بدأت صفية في التأثير على السياسة العثمانية بقدر استطاعتها، وحاولت منافسة نفوذ السلطانة الوالدة نوربانو. عملت صفية على توجيه السياسة الخارجية العثمانية بما يخدم مصالح جمهورية البندقية الإيطالية، بلدها الأصلي. وعلى الرغم من ذلك، كانت للبشقدين صفية مشاريع خيرية دينية إسلامية عدة. في القاهرة، لا يزال هناك مسجد يحمل اسمها، ويتميز هذا المسجد بوجود لوحة تذكارية تشير إلى أنه تم بناء هذا المسجد بفضل صاحبة السلطنة الشريفة، والدة المرحوم مولانا السلطان محمد خان، طاب ثراه. تم الانتهاء من بناء هذا المسجد في 27 من شهر محرم من سنة 29 وألف من الهجرة، وذلك يوافق 21 أبريل 1610 ميلادي. ويحتوي دار الكتب المصرية على مصحف مزخرف بالذهب مكتوب عليه أنه وقف المرحومة صفية أم السلطان محمد خان في سنة 1032 هجرية. لم يقتصر الصراع على أم السلطان مراد الثالث وزوجته البشقدين صفية فحسب، بل شمل أيضاً شقيقة السلطان مراد، والتي تدعى إسمات، وكانت متزوجة من رئيس الوزراء أو الصدر الأعظم محمد صقلو باشا، الذي كان صهراً للسلطان. شاركت إسمت في الصراع السياسي من خلال زواجها من الصدر الأعظم، الذي كان يعمل بشكل رسمي مساعداً للسلطان في إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً. بسبب غمر السلطان مراد نفسه في شهواته، حصلت جافت خاتون على حصتها من النفوذ السياسي، حيث كانت تدير شؤون الجواري الجميلات في الحريم السلطاني، وتعرف الكايا. كان الصراع السياسي بين أم السلطان مراد الثالث وزوجته صفية يسري بشكل خفي وسافر. وكان الصراع الخفي يتمثل في انشغال أم السلطان بتوفير المزيد من الجواري الجميلات لابنها، ليشغله عن زوجته صفية البشقدين، وليترك المجال للأم لزيادة نفوذها عبر إشباع امتنانه لها. وكان السلطان مراد الثالث معروفاً بشغفه بالنساء. على الرغم من وفاة السلطانة الأم، إلا أن هذه السياسة لم تنته، فقد تطلعت الكايا جافت خاتون إلى ملء الفراغ الذي تركته والدة السلطان.
زادت من شراء الجواري الجميلات وأدخلتهن إلى الحريم السلطاني. وزاد الإقبال على شرائهن من ارتفاع جنوني في أسعارهن في سوق النخاسة، خصوصاً إذا كانت الجارية تتميز بجمال فائق، ورقة المشاعر، وخفة الدم، ورشاقة الجسم، والحيوية، والجاذبية. عند وفاة السلطان مراد الثالث، تولى ابنه محمد الأكبر الحكم من 1595 إلى 1603، وكانت والدته صفية لا تزال على قيد الحياة، فاستمر نفوذها كالسلطانة الوالدة. ولضمان نفوذها على ابنها، سارت في نفس السياسة التي سارت فيها حماتها نوربانو، حيث قدمت لابنها المزيد من الجواري الجميلات لينغمس في الشهوات ويترك لها إدارة شؤون الدولة، وهذا بالفعل ما حدث. طيلة فترة استمرار الخلافة العثمانية، استمر نفس السيناريو، السلطان مشغول بغرائزه، ومقاليد السياسة تكون بين يدي الأم والزوجة وسائر أصحاب النفوذ. وتلهي الأم أبنها السلطان بالجواري الجميلات ليزداد انشغالاً وفساداً.